بيبدأ فيلمنا في مدينة فالنسيا، ووقتها المطر كان شديد والشوارع واقفة تماما والعربيات ما بتتحركش. وفي وسط الأجواء دي بنشوف ساندرا مديرة بنك فالنسيا. في اللحظة دي ساندرا بتتصل بواحد اسمه أنطونيو زميلها في البنك، وبتسأله إذا كان اسمها موجود في لستة الناس اللي هيسيبوا البنك، لكن أنطونيو بيقول لها إنه لسه ما يعرفش أي جديد في الموضوع. فبتطلب منه ساندرا إنه يبلغها فورا لما يعرف، والأهم إنه ما يعرفش أي حد بالموضوع. بعدها ساندرا بتوصل البنك وبتسأل واحد من الموظفين على أجهزة الإنذار، فبيعرفها إنه لسه محدش قدر يجي بسبب ظروف الجو. وبيلاحظوا الموظفين إن ساندرا متوترة جدا، وساندرا أول ما بتدخل مكتبها بتكلم أنطونيو للمرة التانية، وساعتها بيبلغها إن اسمها فعلا موجود في القايمة اللي البنك قرر يرفضهم. ساندرا بتتصدم وبتتضايق جدا، وفي اللحظة دي عصابة مسلحة بتقتحم البنك فجأة، وعدد منهم بيبقى لابس حزام ناسف، وبسرعة بيقدروا يسيطروا على كل الموظفين وبيعطلوا كل الكاميرات. وساندرا بتبقى لسه في مكتبها بتتكلم في التليفون، وفجأة بيدخل عليها واحد من العصابة اسمه جاليجو، وفي اللحظة دي بيضغط واحد من الموظفين على جرس الإنذار، بس أورو قائد العصابة بياخد باله فبيضربه بقوة على دماغه. بعدها بيقف قدام الرهاين وبيقول لهم لو أي حد اتحرك هنفجركم كلكم، وبيقول لهم معاكم دقيقة تكلموا أهلكم وتودعوهم. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة حوالين البنك، وعلى الناحية التانية أفراد العصابة بيكسروا صناديق الأمانات وبيسرقوا الفلوس والمجوهرات، والباقي بيحاولوا يكسروا الخزنة علشان يسرقوها. وفي نفس الوقت جالجو بيحفر حفرة ضخمة تحت الأرض علشان يهربوا منها بعد ما يخلصوا العملية، لكن بتحصل كارثة بتعقد المهمة، وهي إن الحفرة اللي كانوا مجهزينها للهروب بتبقى غرقانة مية بسبب المطر، والهروب منها بيبقى مستحيل. وفي وسط الفوضى دي بيجي اتصال من المحقق دومينيجو لأورو اللي بيقوله لو حاولتوا تقتحموا البنك هنفجر كل الرهاين، وبيطلب عربية علشان تنقلهم للمطار، وكمان يتجهز لهم طيارة علشان تنقلهم بره البلد. لكن بيرد عليه دومينيجو وبيقوله إنه مش مسؤول عن قرارات زي دي، ولازم ياخد الموافقة من قياداته وده هياخد وقت. فبيديله أورو مهلة علشان ينفذ كل طلباته. بعدها بيروح له جاليجو وبيقول له في مصيبة، وبياخده على مكان الحفرة. وفعلا بيلاحظ أورو إن مستوى المية اللي في النفق عالي جدا، وكانوا المفروض يأجلوا العملية بسبب المطر. فبيقرروا إن هم يستنوا نص ساعة لحد ما المية تقل ويقدروا يهربوا. وكل ده بيحصل قدام ساندرا اللي بتستغل الموقف وبتحاول تتكلم مع جاليجو، وبتقول له إنه في خزنة وراها سر كبير، بس مش بترضى تقول له على تفاصيل من غير مقابل. فبيتعصب جاليجو وبيحط السلاح في وشها، لكنها بتصر انها ما تتكلمش غير لما يوعدها انه هيديلها نسبة من الفلوس. الناحية التانية في المستشفى بيبقى في سياسي كبير اسمه سوريانو وبيكون في غيبوبة، ومراته مارينا بتشوف اخبار سرقة البنك في التلفزيون، فبتتصل فورا بالمحقق خوليو وبتعرفه ان جوزها عنده صندوق امانات في البنك اللي العصابة هجمت عليه، والصندوق ده فيه معلومات خطيرة جدا ممكن تودي الكل في داهية. فبيقول لها ان هو هيتصرف، وبيتصل فورا بالمحقق فيران وبيحكي له على اللي حصل. وبنرجع للبنك، وهناك ساندرا بتوري لجاليجو فيديو بيظهر فيه سوريانو ماسك هارد ديسك، وبتحكي له ان من فترة حصلت فضيحة كبيرة واتمسك فيها ناس مهمة ومن ضمنهم سوريانو، لكنه عرف يطلع منها سليم. وقرر ساعتها انه يحتفظ بكل البيانات دي على الهارد وحطه في البنك. فبيدي جاليجو ساندرا مجموعة من الألماظ، فبتاخد ساندرا الكيس وبتعرفه ان الهارد موجود في الصندوق 314. بعدها بيتصل اورو بدومينيجو وبيطلب يجيب لهم اكل على البنك، وبيحذروا انه يحط منوم في الاكل لانه هيجربوا على الرهين الاول. الناحية التانية جالجو بيبقى في النفق وبيلاحظ ان منسوب المية بيزيد، فبسرعة بيبلغ زمايله علشان ينهوا المهمة في اسرع وقت. وساعتها المجرمين بيجمعوا الموظفين كلهم في اوضة وبيلبسوهم احزمة ناسفة وبيحذروهم من اي حركة علشان القنابل ما تنفجرش. بعدها بيروح جالجو للمكان اللي فيه صناديق الامانات، وبيعرف اورو ان الصندوق 314 بتاع السياسي المعروف سوريانو. فساعتها اورو بيفتكر انه خاين وداخل مخصوص عشان يسرق الصندوق، وبتحصل مشادة كبيرة ما بينهم. فبيعرفوا جالجو ان مديرة البنك هي اللي حكت له عن الصندوق، لكن باقي افراد العصابة بيطلبوا منهم ينزلوا النفق بسرعة قبل ما يتسد، وبيبدأوا كلهم ينزلوا معاهم شنط الحاجات اللي سرقوها. واخر واحد بينزل بيستخدم حبل وبيشد المكتب علشان يسد الحفرة، وبيحاول واحد منهم يعوم جوه النفق لكنه بيواجه صعوبة بسبب تيار المياه الشديد جدا، وبيقول لهم احنا مستحيل نقدر عليه. فبيقرروا فورا يرجعوا للبنك تاني. في نفس الوقت الشرطة بتبقى اخدت قرار بالاقتحام، وبيحاول ساعتها دومينجو انه يتصل بالعصابة وبيبلغهم ان الاكل وصل، وبيطلب منه يفتح باب البنك عشان يستلمه. ووقتها بيروح واحد من
العصابة وبيفتح الباب، وبيبقى الكل مترقب والشرطة بتستعد للاقتحام. لكن قبل ما الباب بيتفتح بثواني بيجي لهم امر بإلغاء عملية الاقتحام، وبنكتشف ساعتها ان في قيادات كبيرة في الشرطة هي اللي لغت العملية لانهم متورطين في قضية الفساد بتاعة سوريانو، وبيجتمعوا مع بعض علشان يشوفوا حل للكارثة دي. وبنعرف ساعتها ان في سياسي كبير هو اللي طلب من العصابة انها تهجم على البنك وتجيب له الهارد لانه في معلومات خطيرة جدا. وساعتها كل الموجودين بيتعصبوا جدا وبيقرروا انهم يعينوا محقق جديد للقضية اسمه باولو لانه تبعهم ومصدر ثقة. في الوقت ده جوه البنك العصابة كلها متجمعة وبيتفقوا ان طول ما الهارد ده معاهم هم في امان وهيقدروا يهددوا المسؤولين بيه. ولما بيعرف اورو ان ساندرا اخدت من جالجو مقابل علشان تعرفه رقم الصندوق بيتعصب جدا وبيروح يتهجم على ساندرا في الحمام، وبيبدأ يسأل عن المقابل اللي اخدته علشان تعرف جالجو المعلومات اللي في الصندوق. ولما بيعرف ان المقابل اللي اخدته كان كيس من الالماظ، وقتها الجو بيتوتر جدا لدرجة ان بتحصل خناقة كبيرة بين جالجو واورو وبيضربوا بعض. بعدها بيجي اتصال لاورو من المحقق باولو وبيطلب منه يقابله بره البنك خلال 5 دقايق وبيطمنه محدش هيضرب نار عليه. ولما بيخرج اورو بيتكلم معاه باولو وبيعرفه انه هيساعده على الهروب لكن بشرط وانه ينفذ كل اللي هيأمره بيه. بعدها بيرجع اورو للبنك وبيتكلم مع باقي العصابة وبيحكي لهم عن اللي حصل واللي باولو قالهوله، وانهم هيهربوا عن طريق المبنى اللي جنب البنك وهيطلعوا للدور الرابع وهيدخلوا البيت عن طريق الشباك لانه هيسيبوه مفتوح، وهناك هيلاقوا لبس البوليس هيلبسوه ساعتها محدش هيشك فيهم. لكن قبل ما يبدأ التنفيذ بيجيله فرد من العصابة وبيقوله انه مسح كل حاجة من على الهارد بالغلط. وقتها اورو بيتجنن وبيضربه وبيدخل عليه مجالجو علشان يهديه، ولما بيعرف اللي حصل بيضربه هو كمان لانه دمر الامل الوحيد اللي بيه هيقدروا يهربوا بعد ما خطة النفق فشلت. بعدها بيهربوا بسرعة للمبنى اللي قال لهم عليه باولو وبيلاقوا هناك واحد من رجالته مستنيهم علشان يساعدهم. لكن فجأة جالجو بيضرب الراجل ضربة قوية على دماغه بتفقده الوعي، وبسرعة بيهربوا من المبنى قبل ما حد يكتشف انه مش معاهم الهارد. بعدها بينزلوا على مدخل المبنى وبيكون معاهم ساندرا، لكن بيتفاجئوا بعدد كبير من الشرطة قدامهم وبيسألهم الضابط هما بيعملوا ايه جوه المبنى. وقتها واحد من العصابة بيحاول يرتجل وبيقول له انهم لقوا ساندرا في الدور الخامس، بس برضه الضابط مش بيصدقهم وبيشك فيهم. فوقتها واحد من العصابة بيتهور وبيرفع سلاحه على الشرطة، وساعتها بيحصل اشتباك عنيف ما بينهم، وللأسف ساندرا بتتصاب برصاصة في دراعها. علشان كده بتضطر العصابة انها ترجع تاني جوه المبنى، وبيقرروا ساعتها انهم يسيبوها جوه المبنى علشان حالتها الخطر، وبيطلب منها اورو انها تشتت الشرطة وتشغلهم لحد ما يقدروا يرجعوا تاني جوه البنك. بعدها باولو بيكلم اورو وبيطلب منه يتحمل مسؤولية افعاله ويسلم نفسه، وبيهدده وبيقول له لو العربية ما وصلتش خلال 30 دقيقة ساعتها هضطر اقتل واحد من الرهاين كل 15 دقيقة، وبيقفل السكة في وشه. وقتها باولو بيتكلم مع دومينيجو وبيقول له ده مجرد تهديد، وتاريخهم الاجرامي بيوضح قد ايه هم محترفين وعمرهم ما يفكروا يقتلوا الرهاين لان ده املهم الوحيد علشان يخرجوا من البنك حيين. جوه البنك بيبقى اورو وجالجو قاعدين مع بعض وكل واحد بيتأسف للتاني على اللي حصل وبيتصالحوا، وساعتها بيفتكروا ذكرياتهم مع بعض وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض ونسوا خالص المصيبة اللي هم واقعين فيها. بعدها بيتجمعوا افراد العصابة مع بعض، ولما بيلاقوا ان مفيش اي فرصة للهروب بيقرروا يستخدموا اخر امل ليهم. وساعتها بيتصل اورو بباولو وبيعرفوا انهم عايزين يتكلموا مع شخص مسؤول في الحكومة، وبيهدده وبيقول له انا مش هقتل حد من الرهاين ولا ههرب بيهم، بس هفضحكم بالمعلومات اللي على الهارد. ساعتها بيتخض باولو وبيتواصل فورا مع فيران وبيطلب منه يروح يقابل العصابة علشان يعرف طلباتهم، وبيروح يقابل اورو وجالجو وبيعرض عليهم انهم يسلموا نفسهم ويدوا له الهارد، وفي المقابل هيساعدهم ويخفف مدة حكمهم. بس اورو بيرفض وبيطلب منه يأمن خروجهم بره البلد، وبيبدأ يمثل عليه انه شاف الفيديوهات اللي على الهارد وبيهدده انه هيفضحهم كلهم، وبيطلب منه عربية تنقلهم من البنك لحد المطار. الناحية التانية بنشوف كريستينا وهي بتزور ساندرا في المستشفى وبتسألها على اسماء افراد العصابة، وبتبدأ ساندرا تحكي لها على كل اللي تعرفه. وساعتها فيران بيتصل باورو وبيقول له قبل ما اخد قراري لازم اشوف الفيديوهات اللي على الهارد، لكن بيرفض اورو. وساعتها بيشك فيران انه بيكذب عليه فبيقول له انت بتكذب والهارد ما فيهوش اي فيديوهات. وقتها بيتعصب اورو وبيهدده لو ما نفذش طلباته هيفضحهم كلهم. وقتها فيران بيحكي اللي حصل لباولو، وبيقرروا ساعتها انهم يبعتوا اتوبيس للعصابة قدام البنك زي ما طلبوا. وبنلاحظ ساعتها ان الشرطة زرعت قنبلة في الاتوبيس، وبيبدأ فعلا العصابة تجهز نفسها علشان تخرج،
بيكلم اورو باولو وبيحذره من اي تهور والا هيفجر الرهاين، فبيطمنوا باولو. وفعلا بعد شويه بتطلع العصابه ومعاهم مجموعه من الرهاين، بس المفاجاه ان الشرطه بتكتشف ان دول مش العصابه، وفورا بيقتحموا البنك بس مش بيلاقوا اي اثر العصابه. وفي الوقت ده بتنجح العصابه انها تهرب من خلال النفق السري تحت الارض، لان منسوب الماء في النفق قل، وقدروا كلهم يخرجوا من النفق بامان ويهربوا وسط الناس، وبينجحوا انهم ينفذوا مهمتهم، وكل واحد فيهم بيكمل حياته بشكل طبيعي. وبكده تنتهي احداث فيلمنا. ما تنساش اللايك والكومنت لو الفيديو عجبك، ولو اول مرة تتفرج علينا ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم السينما. اشوفكم في الحكاية الجاية، سلام.